كلنا بندور على الأكلة دي ونفسنا ناكلها من مكان مضمون، سواء كان بقى حواوشي أو كبدة أو سجق. تعال أقولك بقى على أحسن حواوشي في مصر، وعندهم الجزارة الخاصة بيهم عشان تبقى مطمن وشايف كل حاجة قدام عينيك. حواوشي الربيع في امبابة، ولهم فرع كمان في الشيخ زايد. اشهر حاجة عندهم بقى هي الحواوشي والطواجن، وعندهم كمان طحينة كده مميزة بيعملوها بالثوم كده جامدة جدا. هنبتدي باول حاجة بطاجن مكرونة بالكبدة. الطاجن زي ما انت شايف كده حجمه كويس قوي، وطعم المكرونة جامد قوي، والصوص بتاعها كده فيه لحمة مفرومة، مش صلصة بس، ده صلصة وعليها لحمة مفرومة. وطعم الكبدة جامد قوي، خصوصا لو حطيتها كده في قلب العيش وحطيتها في قلب الطحينة اللي بالثوم بتاعتهم دي، هيبقى الطعم في حتة تانية خالص. الطاجن ده سعره 135 جنيه. هتقولي هو غالي شوية، هقولك عشان الكبدة اللي فيه بلدي. نخش بقى على الحواوشي. الحواوشي بقى زي ما انت شايف كده الحشو بتاعه مليان، والعيش محمص كده من فوق، وطعم الحواوشي جامد قوي، واللحمة البلدي اللي معمول منها الحواوشي دي مخليه الحواوشي في طعمه في حتة تانية خالص، وفعلا يستاهل يكون من احسن الحواوشي في مصر، خصوصا كمان لو حطيته كمان في قلب الطحين. والحواوشي السادة عنده سعره 70 جنيه. نخش بعد كده بقى على الحواوشي بالسجق. بيبقى حواوشي عادي وحاطين فيه بقى سجق كده من فوق مليين، وسجق من فوق. طعم السجق لوحده جامد قوي، وطعم الحواوشي لوحده برضه جامد قوي، انما الميكس على بعض ما عجبنيش قوي. يعني انا بفضل الحواوشي الساده او ان انا اكل السجق لوحده. والحواوشي اللي بالسجق ده سعره 85 جنيه. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهارده. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامده جدا.